مستعد؟ راد مستعد. شو مستعد؟ اهلا وسهلا. مساء الخير. مساء النور. حبيبي معكم عبد اللطيف غازي من الكويت، وصاحبي محمد جباري من البحرين. انا اعزف كلارنت وهو يعزف جيتار، واحنا ان شاء الله اليوم راح نعزف مقطوع حق شيرين في الستايل التركي ونمزج الفنون مع بعض. واتمنى تقييمكم للموهبه ما يتاثر لان انا كفيف. ولا يهمك حبيبي. اهلا وسهلا. وانا جاهز اسمع اي نقد بناء يعني. اول شيء اثنيناتكم مناح. مش انت فعلا هو اضاف لي كثير يعني. فنان لا كثير. لعب الجيتار بياخذ العقل طبعا. مكملين بعض الشباب، مكملين بعض، تكمله جميله جدا. يخرب بيتك، اول ما عملت لو قصي ورايا ما ركضوا على هيدا الجولدن باس، لحتى الجمهور لوحده اجى وطب فوق الجولدن باس. يخرب بيتك، بدي اقول لك اياها. بدي اقولها. بين النوتة والنوتة كان عم حس مشاهد جمالية ولا شفتها بحياتي. كنت عم شوف إحساسك، كنت عم شوف جمال عزفك، كنت عم شوف رواقك الحلو اللي أخذني على سابع سما. الله يعطيك العافية. الله يعطيك العافية. يا أخي الآلة اللي بيلعب عليها، لو مش اللي بيلعب عليها بإحساس عمرك ما هتحسه. إيه الإحساس اللي أنت عزفت بيه ده؟ أنت أعتقد أنك عزفت بروحك. أنت إنسان موهوب 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 فوق الوصف. يمكن المعاناة تبعك طلعتها كلها بالكلارنت ووصلتنا كلنا،
وانتوا ديو الله يوفقكم ويخليكم لبعض. الله يخليك. نشوفكم بالنهائيات. شكرا. على معك. شكرا. هالموسم بعكس التوقعات 4 بدي 3 مشتركين حصلوا على الجولدن بازر، وبكده ضمن عبد اللطيف مكانه للنصف نهائيات مع إيمان الشميطي وإيمان بيشا وفرقة موزار طيف الخيال.